بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه ليوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أعلق على حاجة. عايز أقول للشعب المصري، مش كله طبعا، للتجار: اتقوا الله، اتقوا الله. أصحاب أفران العيش البلدي اللي تبع بطاقة التموين، بروح أصرف، اللي يقول لي مفيش عيش عشان معرفش عليه قضية ولا في ايه، اللي أخرنا يفضل موقفنا طابور الصبح في البرد الساعة 7 الصبح. طبعا لما أنا شفت بتوع التموين قبل كده كانوا في زيارة لفوق لأحد الأفران هنا، لما بتوع التموين جم لقيتهم حطوا العيش ومشوا الناس بسرعة. ما بيجوش بتوع التموين يوقفوا الناس طوابير، والعيش ناشف وأحيانا أسود. ده لسوء صاحب الفرن منه الله، هو اللي ما بيراعيش ربنا. دايما اشوف في اصحاب الافران دي اكترهم في المناطق العشوائيه والشعبيه، ناس كده بلطجيه، اشكالهم زي بتوع مخدرات. انا يا ريت وزاره التموين والحكومه تختار اللي بيفتح فرن العيش ده يكون راجل متعلم محامي، واحد محترم، ما يسرقش. تدوم افران نضيفه من غير حاجه حديثه، يعني تعبي العيش وتبرده بسرعه وتمشي الناس. وتركبوا لهم كاميرات، ممكن تركبوا لهم كاميرات تراقبوه، بدل ما كل شوية تنزلوا تبص عليهم ومكسلين تنزلوا موظفين. إما توظفوا شباب كتير قاعدة من غير شغل، شغلوهم ينزلوا يراقبوا الفرن دي. عشان كده حرام بيوقفوا الناس في عز الساعة طوابير، وياريتوا عيش عدل بينقصوا منه، يا إما يزودوه بين دقيق ذرة يطلع ناشف. في اللي يبيعوا طري، في اللي يبيعوا ناشف، يبقى في غش. اتقوا الله، انا بقول للناس مش للحكومة كمان، اتقوا الله عشان ربنا يرضى علينا، ما يحصلكمش زلزال زي اللي حصل في تركيا ولا سوريا من الذنوب والمعاصي والسرقة، عشان ربنا يرضى عليكم. ربنا نزل في القرآن آيات بتحكي قصة إن كان في ناس في قرية أو مدينة أو بلد زمان كانت بتسرق في الميزان، فنزل عليهم عذاب مخصوص، عذاب هلكوا كلهم بسبب انهم كانوا بيسرقوا في الميزان ولا تبخسوا الميزان، او معلش الآية مش فاكرها دلوقتي، هبقى اكتبها لكم. تاني شيء، انا بدخل السوق هنا في المنطقة الشعبية السيئة اللي انا ساكن فيها. انا قرفت المنطقة دي الصراحة، فيها حواري معفنة، مش متبلطة، مش مرصوفة، حواري ضيقة، المساكن ضيقة، ناس قاعدة تبيع أكل اللي الناس بتاكله، المفروض حاجة صحية، تلاقوا قصادهم طين ومية مجاري وزبالة. محل طعمية شفته غير مطابق المواصفات، الحوائط كلها سواد وعليها زيت اسود ومهبب وعدم نظافة. لازم الناس تحافظوا على صحتهم، اتقوا الله. اي واحد ملوش في الشغلانة في الاكل يسيبها احسن، يروح يبيع، يروح يشتغل زبال، يعني هو يتعلم النظافة. يعني لو اشتغل زبال يتعلم يعني ايه نظافة، مش بهين الزبال. المفروض ترفعوا من مرتبات الزبالين والناس ديت عشان الشباب حتى يشتغل. اتقوا الله في الأكل بتاع الناس، اتقوا الله تجار، كل واحد يتقي الله عشان محصلكمش زلزال زي اللي حصل في سوريا ولا تركيا. اتقوا الله، دي من ذنوبنا، عشان ربنا ما ينزلش غضبه أكتر ما هو غضبان علينا. الحاكم الظالم اللي بيجوعكوا ويغلي الأسعار عليكوا ويفقركوا ده عقاب من الله، عشان انتوا ناس ظلمة، شعب ظالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. شيروا الفيديو.